تساؤلات كثيرة في الشارع المصري عن التغييرات والتعديلات الوزارية، فنزلنا إلى الشارع المصري لأخذ آراء بعض المواطنين عن التعديلات الوزارية وما هي مواصفات الوزير الذي يستحق الوزارة. ايه مواصفات الوزير او مواصفات الوزارة اللي انت عاوزها؟ ان شاء الله يعني يكون يعني في تأهيل كافي للحاجة اللي هو ماسكها. لازم يعالج الامور الاول ويشوف المطالب الشعب، الناس الغلابه فعلا. مواصفات الوزير ما يقعدش على الكرسي، يتحرك وشغل اللي تحتيه المستشارين ويشوف الدنيا فيها ايه. الوزير يكون مهتم بالمواطن، انه مش عارف المواطن ايه الاسعار، ايه الحاله اللي تعباه، ايه اللي متضايق اللي تعبان منها. اللي يكون صادق مع الناس، يكون صادق مع الناس وينزل يشوف احوال الناس ايه، مش يقعد على الكرسي وبس وما يسالش حد، لا ينزل البلد ويشوف احوال الناس عامله ايه. كمصر مثلا كل وزير بيجي عنده خطه او وجهه نظر معينه، بيمشي مثلا في ربعها يروح متغير، يجي واحد تاني يبدا من الصفر تاني. فاستحاله تكون ان هي فكره كويسه، بس انا لما اسيب الواحد ياخد دوره وياخد حقه فعلا وياخد وقته، بس بعد ما ينفذش انا اجي احاسبه. لكن ان انا كل يوم اغير، لا طبعا مش مع التغيير خالص. كل وزير بيبقى جاي اصلا بيبقى جاي عايز ينهب ويمشي، يعني المفروض اصلا الوزير اللي يجي يخدم المواطنين، يبقى فاهم ان ده دوره، ان هو جاي يؤدي خدمه للمواطن. يا بيه انا راجل مش سياسي، بس كل ما في الموضوع الناس بتحس بان الاداره دي كويسه او وحشه باللي بيحصل في وضع الشارع. يعني يبقى حد كين كده على العمل، مش يعني مش مهتم كده. يعني انا شفت مره وزيره قعدت تتخانق عشان ما ركبتش البيزنس كلاس.